أهلا وسهلا متابعاتي. بما أنه الجو تبدل وصار شتوي، فمرات تعرفون أن نتغدى فوق بالسطح بظهرية الشتوية وتكون على المشراقة، فقلت خلي أحضر السطح من هسه. غسلناه أنا وزوجي من التراب مثل ما تشوفون، وهو شتايقر ويطب بين الحلول هذا يعني التراب، فلازم ندقق عليه بالغسل. والتغييرات البسيطة اللي حأضيفها هي هاي المرجوحة الصغيرونة، وسنادين صعدت من السنادين اللي عندي جوا بمنور المطبخ. تتذكروا بنات لما كنت انزله بفيديوهات سابقة بالقناة؟ شوفوا شكلهن شلون كان، يعني هاي قبل لا عمر البيت ويتلفين، شوفوا هسه شلون صايرات. ان شاء الله على هاي الجو التبديلة والشمس الشتوية يرجعن ينمن من جديد. هذا شكل النهائي للسطح. هسه هنا اجيت على البيت جوا، البنكات عندي بهن تراب، هن من هنا ما مبين تراب، بس من فوق الريشة اللي تراب هواية. وخليت الدرج حتى يعني أشتغل براحتي وأقدر أوصل للبنكة. هسه تقولوا لي ليش فرشتي يلا نظفت البنكات؟ لا بنات، أنا نظفت البنكات يلا فرشت، وفرشت قبل أسبوعين تقريبا، واللي أنا أفتح الشبابيك والبوب على طول أهوي للبيت، فهذا يعني تدرون يدخل أتربة للبيت، فعادي مو مشكلة. يعني المهم واحد دائما يحافظ على النظافة. بعد ما خلصت من تنظيف البنكات خلي أشغل المكنسة الكهربائية وأسولف وياكم وأني أكنس الصالة والبيت. بنات دا أفكر أسوي فقرة أسبوعية للعناية بالبشرة، يعني أخليها بالقناة مثلا يوم خميس أو يوم اثنين شلون نعتني ببشرتنا، وأشارككم منتجاتي الكورية اللي أستخدمها والخلطات المنزلية، فشنو رأيكم؟ وتابعوا المنتدى لأن أنشر بيه اقتراحات، فعل تفاعلكم أقرر أنزل أو لا. وهاي صالتي المتواضعة أنا مخلة خم، يعني فرشتها هاي الجودلية وحاطة المخدة لأن هي صغيرونة ما تتحمل يعني أحط بيها تخم وهيك شي. عرفتوا شلون بنات؟ أي سعاد إجيت على المطبخ والأشياء اللي ما فرشتها مثلا جو الدرج والدرج، هسه إن شاء الله تشوفوه من خلال الفيديو. احجوا لي بنات روتيناتكم، شنو الأشياء اللي تحبوها بقناتي، شنو الأشياء اللي ما تحبوها، يعني خلينا نسولف أنا وياكم. قلت لكم تابعوا المنتدى حتى على أثرها نقرر شنو نسوي برنامج بالقناة. أنا هنا للبيت يعني لأني هو يوميا يمسحه، ما عندي أطفال هواية، فمو ذاك الوسخ، بس من الجو يصير مترب. وأنا دا أنظف البيتونة، قلت خلي أصور لكم البيتونة شنو خالة بيها، البوفية هي والفراش، وهذا الميز سويته مال حديد يم الحداد، وخليت بيه يعني الصوبات الكهربائية والغذائية، وفوق أخلي بيه فراش الشتوي، وهذا الباب اللي يروح على المرجوحة على السطح. هسه سديته لأنه السطح نظيف، فكملت مسح البيتونة. اي وبنات ما اعرف شنو احكي اني بعدني مريضة، بدي احاول يعني اتواصل وياكم. خلصت الدرج والبيتونة، وهنا بنات حايرة يم السنك شنو أسوي. بعد التغييرات والتعمير خليت هاي المراية هنا قبالي، يعني أني أجلف وبوع على نفسي فناوية أحط أشياء بس ما دا يخطر ببالي، شاركوني آراءكم. بعد كل هذا التعب قلت خلينا نتغدى حتى نرتاح شوية، لأن أخذ من عندنا وقت، يعني تقريبا صارت ساعة 3:30 كل هذا الشغل. وسهمكم العافية، ويا ريت تتفضلون ويانا على الأكل. أي والله واحد شي ما ياكل الحمد لله والشكر، المهم الله ساتر عليه ومعافي وعنده قناعة، الحمد لله والشكر. هي هاي غنى النفس أهم من كل شي، صدقوني بنات. واحجولي من وين تتابعوني، من أي مكان، ونورتوا كلكم. وهنا أنا وابني قررنا نسوي تمتوعة، ما أعرف شو يسموها، حضرنا نمنمياتنا والقهوة بين ما يرجع زوجي من برا. أجواء شتوية شوية، وطفينا الإضاءة وشغلنا برنامج كوميدي نسوي لنا أجواء. أتمنى استفاديتوا من الفيديو وشاركتكم بأشياء بسيطة. شاركوني آراءكم بالتعليقات، أشوفكم على خير.